ازاي تحولت لشخص عايش حياه صحيه بمعنى الكلمه، مش فكره بقى ان انا بحاول اخس وخلاص او ان انا بعمل اي دايت وخلاص. دي اهم حلقه انا عملتها من ساعه ما بدات الرحله، لان دي الحلقه اللي حصل فيها تحول من اني شخص بعمل دايت اللي هو التقليدي بتاع 2 بيض مسلوق وربع رغيف، للشخص اللي عايش حياه صحيه بيتمرن، بياكل كل اللي هو عايزه بكميات معتدله، ما بياكلش حاجات اللي هي المصنعه والحاجات اللي فيها سكر، شخص ما بيقعدش يبوظ الدايت، شخص ما بياخدش يوم مفتوح. هو ده اهم يوم، لان ده اليوم اللي حصل فيه التحرك. ازاي بقيت الشخص اللي قاعد قدامك دلوقتي وبشرح لك رحلتي، هو ده اليوم المفصلي. فلازم تتفرج على الحلقه لاخرها، لانك هتعرف ازاي انك تعمل دايت مظبوط، مش انك تعمل دايت اللي هو هتخس ايا ما كان انت بتخس ايه، ايا ما كان هتعرف تستمر ولا ايه. هو ده الدايت اللي هيخليك تعرف تستمر، هي دي الحياه اللي هتعرف تكمل عليها. علشان كده لازم تشوف الفيديو للاخر، وهتتفاجئ من الترانزيشن وليه اصلا حصل التحول ده. الحلقه اللي فاتت لو ما شفتهاش ممكن تروح تشوفها، بس هديك حاجه سريعه كده عشان تعرف تكمل الحلقه دي. انا كنت هموت بسبب الدايت، وبسبب ان انا اكلت 5 كيلو رمان وحصل لي احتباس و و و و ومن ساعتها خدت قرار ان انا اللي انا بعمله ده اكيد مش مظبوط وفي حاجه مش صح. انا قلت خلاص في حاجه مش مظبوطه. طيب هو انا بعمل الدايت ده عشان اخس وصحتي تبقى كويسه، ولا بعمل الدايت ده عشان صحتي تبقى وحشه او ان انا اخس وخلاص؟ هل الهدف ان انا اخس، ولا الهدف ان انا صحتي تبقى كويسه وشكلي يبقى كويس؟ طيب فساعتها كان في واحد صاحبنا في المدرسه اسمه عدوله، اول واحد من صحابنا بقى فورمه وبقى بيروح الجيم والكلام ده كله. وكنت انا في المرحله بتاعت الثانيه جامعه كده، انا اوريدي كنت خاسس مثلا 43 44 كيلو من رحله 80 كيلو كلهم. فبس كنت عايز ابتدي بقى اتمرن، ابتدي اشوف دايت تاني. انا مش مقتنع باللي انا بعمله، مش مقتنع ان انا العبش رياضه، مش مقتنع ان انا اتمشى بس. فرحت اشتركت في جيم، وبعدين كلمت عدوله، رحت قابلته في الجيم. هو كان شغال في جيم تاني غير اللي انا اشتركت فيه. تمام. دوله انا عايز ابتدي اتمرن، انا ما اتمرنش خالص، ما بلعبش على الاجهزه، انا كل حاجه كارديو وبتاع، وعايز اظبط اكلي. انت بتاكل ايه يا حسن؟ قلت له والله انا اكلت 2 بيض مسلوق النهارده، وكلت معاهم ربع رغيف، واتغديت طبق سلطه وربع فرخه، وبالليل هاكل 2 زبادي خالد دسم و2 يوستفندي. قال لي إيه يا ابني الاكل ده مش هيمشيك لاخر الشارع اصلا، تتمرن ايه وبتاع، الاكل ده مش هينفعك. قام مطلع ورقه فلوس كام من الدرج، والله زي ما بقول لكم كده، وقام كاتب لي على ظهر الورقه كده اللي هو ايه الفطار، وقعد يكتب 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 الغدا، يكتب 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 العشاء، يكتب يكتب يكتب. فبعدين ببص في الورقه قلت له ايه ده يا دوله؟ عسل، تمر، مكسرات، انا هاكل شوفان واحط عليه لبن وفي بيض كمان؟ ايه ده؟ الغدا في بطاطس؟ ازاي طيب؟ اخد رز مسلوق ده غير البروتين؟ ما انا هتخن، انا اكيد هتخن على الكلام ده. قال لي يا ابني مفيش الكلام ده. قلت له يا دوله. قال لي يا عم بس كله ما تخافش ما تقلقش. فاقلع التيشيرت، والله زي ما بحكي لكم كده، قلعت التيشيرت. قال لي تمام 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 تمام. قال لي انت محتاج تزود الكتله العضليه، جسمك محتاج يتشد، محتاج تاكل كربوهيدرات عشان تعرف تتمرن، كل الكلام ده. وكمان قال لي خد مالتي فيتامينز. اول مره كنت اخد مالتي فيتامينز. طب يا دول انا اعمل ايه في التمرين؟ قال لي الكارديو بتاعك يبقى ربع ساعه اخر التمرين، تلت ساعه بالكتير قوي، لكن الاساس يبقى انك تشيل حديد. فقلت له ازاي وبتاع؟ قال لي ايوه شيل حديد وشيل اوزان كويسه ومش عارف ايه وبتاع والحكايه والروايه. قلت له يا دوله ازاي يا دوله؟ ده بيقول لك شيل اوزان خفيفه عشان ما تبنيش عضل على الدهون، علشان ما تعملش كرش على الدهون. ايه الكلام ده كله راح فين؟ ده انت بتقول لي عكس الكلام اللي انا عارفه. يعني المفروض العب اوزان خفيفه بحيث ان انا اسيح الدهون اللي حوالين العضله فالعضله تظهر. المفروض ان انا العب كارديو كتير لحد ما اخس. قال لي يا ابني مفيش الكلام ده، انت لازم تشيل اوزان كويسه، هو ده اللي هيخليك تخس، هو ده اللي هيشد جسمك. الكارديو تلعبه مهم بس يبقى اخر وقت في التمرين علشان يبقى عندك طاقه انك تشيل اوزان، هو ده اللي هيخليك تحرق، هو ده اللي هيخليك تكمل. طبعا ساعتها دي تابوهات احنا حافظينها ومش عارفين نكسرها، اللي هو انت بالنسبه لك نو واي تكسر الكلام ده. يعني ايه واحد فجاه كل حاجه كسرتها له كده؟ يعني احنا بالنسبه لنا الحاجات دي كانت ثوابت، يعني المصحف وبعد كده الكلام ده في الدايت، ما انت ما ده ثابت يا باشا. فقال لي لا لا لا، وقام واخدني من ايدي، الجهاز ده تلعب عليه بالشكل ده،
والجهاز ده تلعب عليه الشكل ده ما تفردش رجلك للاخر، ده ايدك جنب كتفك. كل الاجهزه اللي في الجيم قعد يشرح لي عليها، وانا كنت الموضوع كان هاوسني، كان يعني اللي هو انا بص ده اهم حاجه في حياتي. فكنت بجيب موبايل بقى كده واقعد اصوره فيديو وهو بيتكلم. الكلام ده يا جماعه انتوا بتتكلموا في 2012، يعني ما كانش فيه بقى الكلام ده خالص. وبعدين ما كانش فيه سوشيال ميديا، كان لسه تقريبا كان لسه الانستجرام ما نزلش كمان، يعني كان الفيسبوك نزل والانستجرام تقريبا 2012 2013، فهو يعني كان يعتبر لسه الانستجرام ما نزلش. فما فيش بقى الطفره دي والوعي ويلا وكوتشز اونلاين وبتاع وناس بتشوف الحاجه على الفيديوز مفيش خالص. وحتى الكوتشز بتوع بالجيم كانوا في اتجاه اكتر لحته الاسترويدز وحته كمال الاجسام، ما كانش في حته الحياه الصحيه، ما كانش في حته ان حد عايز يعيش بشكل طبيعي، ما كانش ده منتشر. والدكاتره الدايت بتاع العيانين، فانت كان عندك سكه من الاثنين، يا دايت العيانين يا كمال الاجسام والاسترويدز والضرب والغشوميه. ما كانش في حته في النص. الحته اللي في النص دي ما ظهرتش على فكره في مصر الا اخر 10 سنين، يعني يعني مثلا في 2014 2015 ابتدى بقى الوعي بقى بتاع الحياه الصحيه والكورونا والهيلث لايف ستايل وان احنا بنتمرن عشان صحتنا، وان احنا مش لازم يبقى يا اما نبقى معضلين قوي يا اما نبقى بسكس باكس يا اما نبقى تخان يا اما نبقى عاملين دايت وتحت عينينا اسود. ما كانش القصه دي لسه انتشرت. فساعتها حتى انا اتكلمت على الدكتور عبد انا مش عايز ابقى بلق، اللي هو الحاجات بتاعتنا يعني، مش عايز ابقى بلق، مش عايز ابقى البيج رامي، مش عايز. قال لي يا عم انا فاهم انت عايز ايه. وهو الصراحه يعني كان بيقول لي الحاجات اللي هتنفعني فعلا. بس طبعا انا بالنسبه لي ساعتها وهو بيشرح وهو بيديني الورقه، انا اخر وانا ماشي كده مروح في الطريق قلت الواد ده مجنون، الكلام ده يعني مش هاكل، انا اكيد هتخن. وبعد كده قلت طب ما اجرب، انا خسران ايه؟ يعني انا شهر من عمري هجرب فيه الكلام ده، والله اتخنت او سبت هرجع تاني اللي انا كنت ماشي عليه. الدنيا مشيت يبقى خير وبركه. وبدات فعلا. والفتره دي كانت فتره اجازه 3 شهور صيف، فالواحد كان عنده بقى اللي هي فكره بقى الالتزام واللي هو الواحد ما وروش اي حاجه. يعني انا ما كنتش بشتغل في الاجازه، ودي غلطه كبيره يعني، ما كنتش بشتغل في الاجازه، ما كانش عندي حاجه اعملها. قررت ان انا لاول مره في حياتي هشترك لمده سنه في جيم، واشتركت لمده سنه في جيم. وجيم كان حلو جدا، كان في مدينه نصر، مش عارف تقريبا اسمه برو سنتر، اسمه حاجه كده، كان في اخر دور خالص في شارع الطيران. كان بعيد نسبيا عن البيت بس كان حلو جدا، لان كان فيه بول وانا كان عندي مشكله كده في ركبتي، والدكتور كان قال لي العلاج الطبيعي ليك انك تنزل الميه تعوم ومش عارف ايه وبتاع وكده. وكان فيه بقى ساونا وجاكوزي واحدث اجهزه، كان طفره بقى حضاريه بالنسبه للوضع هناك يعني. وانا انفست بقى، يعني انا ايه، يعني انا قلت ايه، انا كده كده ما بخرجش، انا كده كده مش حاطط في دماغي خروج، مش حاطط في دماغي قاعد على القهوه، ما بجيبش اكل من بره، فانا الفلوس هوفرها ان انا هشترك في جيم كويس قوي، وان انا هجيب اكل بكواليتي كويسه من السوبر ماركت واطبخه. وكان اول مره اجرب حاجه اسمها الروتين، اول مره في حياتي اجرب حاجه اسمها الروتين، ان انا يومي كل الايام شبه بعضها ما عدا تقريبا يوم الجمعه. طبعا كنت اللي هو ايه مستغرب الوضع في الاول، بس قلت انا هاخد التجربه، لان انا لقيت نفسي ما بقتش انتو قوي، او ما بقتش عارف اللي هي تبقى في قعده القهوه. لان قعده القهوه انت يا اما هتشرب سجاير وشيشه، يا اما هتطلب اكل، يا اما هتبقى قاعد في قعده زحمه قوي. وانا كانت ابتدت شخصيتي تبقى ايه، ما بحبش الزحمه قوي، ما بستحملش ريحه الدخان، ما بطلبش اكل من بره. فحاولت ان انا ادور على بديل، بس للاسف البديل ده ما كانش في حد معايا في الرحله، يعني محدش قرر ان هو ياخد التجربه ويجي معايا. اضطريت ان انا ابقى لوحدي. فبالرغم ان انا كنت بنام متاخر وبصحى بدري، يعني كنت بنام مثلا 3 مثلا واصحى الساعه 12 واحده اجازه، كنت عندي روتين، اصحى اجهز فطاري ووجبه الغداء. فكنت بفطر ايه؟ كنت بفطر شوفان عسل موز ومعاه 3 بيضات كاملين ولبن على الشوفان. بقعد ساعتين 3 كده، واخد وجبه ثانيه 100 جرام رز بسمتي و150 جرام صدور فراخ، وبعدين اهدى شويه واخدم، وبعدين انزل الجيم على الساعه 7 8 كده الدنيا تمام. اروح الجيم، كنت بطول جدا جدا، اقعد ابص على الفيديوهات واشوف واعمل ايه، والجهاز ده كذا والجهاز ده كذا، واقعد اتفرج على الناس، مثلا واحد فورمه قوي اشوف هو بيعمل ايه وايه الروتين بتاعه في التمرين. بعد كده اخلص اعمل كارديو، وبعدين اخلص انزل البول،
وبعد كده ممكن يوم او يومين في الاسبوع اخش ساونا. فبقى اليوم مثلا ايه، انا من 8 ل 12 قاعد في الجيم، اليوم كله قاعد في الجيم. فيا دوب عايز اروح عشان اعمل الوجبتين كمان وانام. هو كنت واخد 4 وجبات، فمش عارف الوجبه الثانيه برده كانت 150 صدور فراخ ومش عارف وبطاطا، والعشاء مش عارف تقريبا كان علبه تونه معاها سلطه ومعاها حاجه كمان بس مش فاكرها. وفضلت ايه مستمر على هذا النمط، فضلت مستمر على هذا النمط يوم ورا التاني يوم ورا التاني، وابتديت ابقى مبسوط. يعني ما بقاش متضايق من اللي بيحصل، ما بقاش متقدر من الروتين. وكانت بقى يعني ايه رحله مستمره. المهم قعدت استمر كده ابتديت الاحظ حاجات، يعني بغض النظر بقى عن انا كده كنت هوزن اخر الشهر، بس قعدت الاحظ حاجات. يعني ابتديت الاحظ ان انا مودي احسن بكتير، ان انا تركيزي اعلى بكتير، ان انا عارف اتمرن، عارف ازود في اوزاني، نفسي بقى احسن. فابتديت ايه ده في ايه؟ وبعدين ايه اسبوعين 3 كده ابتديت احس ان انا ظهري فرد، يعني مش ظهري مفرود، انا كنت مقتب. فاللي هو لا في تحسن ما بغض النظر عن الوزن. ابتديت احس ان انا مشدود اقوى، يعني ابتديت احس ان انا قوي. لقيت نفسي خاسس 2 كيلو فاتس وطالع 1.5 كيلو ماسلز. ايه ده؟ يعني خسيت دهون وطلعت عضلات وانا باكل كل الاكل ده وبتمرن ومزاجي حلو ومودي حلو وطاقتي عاليه. امال ايه اللي انا كنت بعمله بقالي 1.5 سنة ده؟ ايه الهري اللي انا كنت بهري فيه ده؟ ده هري بقى ملوش مثيل. هكمل لكم بقى الحلقه الجايه عيب الروتين، عشان مفيش حاجه في الدنيا ملهاش عيب. ليه استمريت اروح للدكتوره بالرغم ان انا مبقتش ماشي على نفس الدايت اللي هي بتدهوني؟ ازاي ابتديت اتطور في الوزن وخسيت 7-8 كيلو كمان فوق الحاجه و40 كيلو اللي انا كنت خاسسهم. استنى الحلقه الجايه لان هي فيها حاجات كتير قوي هتوريك قد ايه ان انت الرحله صعبه. حتى لو عرفت الطريق الصح الرحله بيبقى فيها صعوبات، ما تلومش على نفسك لان كده هيجي عليك الوقت وتحس ان الرحله صعبه. ووصلنا لفقره الكوت، وفقره الكوت بتقول عمرك ما هتعرف الدايت ده مناسب ليك ولا لا الا لو جربته. فالتجربه مهمه حتى لو ما خسيتش، حتى لو حسيت انه مش مريحك، علشان هتعرف ان ده هيتعمل عليه اكس وتاخد طريق تاني. اشوفكم الحلقه الجايه، ما تنسوش تعملوا لايك وفولو وسبسكرايب لان ده هيفرق معايا جدا. سلام.